انا حاسس دلوقتي براحه نفسيه، اكل حلو والمنظر جميل. عارفني اوه. حد يقول لي في اماكن تانية ايه فيها مكان حلو واكل حلو، الميكس ده مهم. يا هلا، ازيك؟ انا احمد ضياء، مصري بيلف العالم، والنهارده هاخدك عشان تشوف احلى مكان للفطار في القاهره. انا بالنسبه لي عشان يكون المكان حلو او المطعم حلو لازم المكان نفسه يبقى حلو والمطعم اكله حلو، والميكس ده صعب تلاقيه جدا، ولكن انا لقيته في مطعم في حديقة الأزهر اللي هي أكتر حديقة بحبها في القاهرة. يلا بينا نستمتع مع بعض ونشوف أكل المطعم عامل إزاي، هل يستحق أو لأ، الأسعار إيه نظامها. انطلقت في شوارع القاهرة الصبح لحديقة الأزهر. الطريق كان سهل ومريح. وصلت جراج الدراسة. جراج الدراسة، خش نركن فيه دلوقتي. طيب درجة الحرارة 16 والجو كان منعش. والساعة دلوقتي 10. الجو حلو، في ضباب شوية، ولكن أنا متأكد إن المنظر هيبقى جميل. أنا ركنت العربية وهنخش دلوقتي نشوف الحديقة عاملة إزاي ونوصل للمكان. قطعت تذكرة، دخلت الحديقة وبدأت أتمشى. الخضرة مع نسمة الهواء وأصوات العائلات يديك إحساس جميل بالراحة والسكينة. مشيت وسط الزرع وبين النوافير والنخل وصوت العصافير. من قلب القاهرة حديقة الأزهر من الأماكن المفضلة ليا. مساحتها 300 ألف متر مربع، يعني تقريبا 45 ملعب كورة، وكانت زمان مقلب زبالة أو مقلب نفايات، وتحول لواحد من أجمل الأماكن العامة في العالم. من هنا بقى تقدر تشوف حاجات كتير قوي، هي بانوراما. عندك الناحية دي اللي ورايا القاهرة القديمة، هتشوف القلعة، أماكن تاريخية، وكمان أحياء شعبية، فمساحات خضراء كبيرة، ميه. باجي هنا بحس ان انا بفصل عن زحمه القاهره، هدوء نفسي رهيب. عندك ده مطعم استوديو مصر، مش ده المطعم اللي احنا رايحينه بس هو واحد منهم. انا بحس كفايه تيجي تتمشى بس، يعني التمشيه للمكان نفسه حلوه الصراحه. المناظر بانورامية بتطل على أحياء شعبية، غيات حمام، القاهرة الإسلامية وآلاف المآذن. وواضح جدا مسجد محمد علي بمآذنه العالية، واحد من أشهر معالم القاهرة. حديقة الأزهر من أجمل الأماكن الخضراء في قلب القاهرة. اجواء حلوه الصراحه، الجو في الشتاء في مصر عالمي، تحسك بره مصر. الانسان لما يبدع مع الطبيعه. نخش على المطعم بقى، هو بجد عامل زي باريس. المطعم من هنا، رجعنا للكاميرا وظبطنا الصوت. اول ما تخش المطعم هتلاقيه متقسم نصين، نص اللي هو كافيه، صح ولا غلط الكلام ده؟ كافيه هنا، واول ما تخش الناحيه التانيه في مطعم. فالكافيه معمول باسلوب عربي، هتلاقوا المنظر واجواء حلوه. هو بصراحه في فاصله كبيره قوي عن اجواء الزحمه والقاهره. تخش هنا بتهدى كده، هدوء نفسي، تشرب حاجه وبعد كده تخش على المطعم بقى. تعالوا نشوف الاكل هيبقى عامل ازاي. عبد الرحمن. عبد الرحمن، ايه الاخبار؟ عاش الاسامي. بالك قد ايه هنا بقى؟ في الفرع ده هو ده، مثلاً. هو في فرع تاني؟ في الزمالك وفي اركان، ما كملش سنه يا طبعا. انا ما انا قلت برضو جديد يعني. هو اسمه جرانيتا. امال ايه لك؟ لا البحيره دي ده كان قبليها وهو الاسم القديم. اسمه يعني المطعم اسمه جرانيتا، احنا عاملين له اسم غلط من الاول. ماشي يا معلم، اسمه جرانيتا. ماشي يا عبد الرحمن، ماشي. خش نجرب الاكل بقى. انا جيت قبل كده على فكره، فهتلاقوا الناس عارفيني. اوه لا يا جماعه، المطعم في حته تانية الصراحه. المطعم ايوه وصلنا، مطعم جرانيتا. انا بقى اكتر حاجه بحبها في المكان ده هي المنظر ده. اوف، شايفين القلعه هناك، القاهره الاسلاميه، يا على الاجواء. انا مش محتاج اتكلم، المكان بيحكي عن نفسه بصراحه. انا والله جاي من نفسي لانه عجبني المره اللي فاتت، فانا جاي اوريك جمال المكان ده عامل ازاي، بالذات انه في القاهره، يعني في قلب القاهره. تخيل ده، تطلع من الزحمه تفصل تخش هنا على طول. انا اخدت ترابيزه كامله عشان بس نقعد نختار. اهلا، عرف نفسك لجمهورنا. احمد معاكم
مطعم جرانيتا الازهر. احمد من مطعم جرانيتا الازهر هو اللي هيظبطنا النهارده، جاب لي المنيو اهي. تعالوا نفتحها بقى ونشوف الاسعار والحاجات اللي موجوده ايه ونطلب. انت تنصحنا بايه؟ الفكره إن فطار شرقي ها؟ ده هو مصري وشامي مع بعض. ماشي خلاص. يعني بيبقى في طبق الفطار بيبقى لشخصين 1300، في بتنجان وطعميه وطحينه وسلطه، جبنه مع طماطم، جبنه حلومي مشويه، دول الجبنتين. وصفايح جبنه، حمص، وبيجي فول. بتختار بقى يا فول بالليمون، فول بالسمنه، فول اسكندراني، فول زيت زيتون عادي. والبيض بتختار 2 اللي هو مع بسطرمه او زي الشكشوكه. عارفين الشكشوكه؟ طبعا عارفين الشكشوكه. انت ده لو مش عايز تجيب فطار، مش عايز تجيب الفطار على بعض، بتختار حاجات منفصله. تختار حاجات منفصله. واحنا نعمل ايه؟ نختار حاجات منفصله. بالنسبه لك ممكن تختار حاجات منفصله احسن، لان الفطار هيبقى بيبقى لشخصين. معانا قائمه. بس اوريكم المنظر قبل ما نختار. بصوا المنظر وانت قاعد بتفطر. اوبا على طول. ده اللي هو الجرانيتا. ده بيبقى سبيشال درينك، كركديه، بلو بيري، نعناع فريش. يلا بينا بس هيعجبك جدا. ده السيجنتشر بتاعكم هنا. اه يبقى بيض سجق تركي، فول اسكندراني، وجبنه حلوم مشويه. جبنه حلوم مشويه والفطير. هنجرب كده حاجه من كل حاجه ونقول لهم راينا. واو، الميكس غريب قوي. اول مره يعني توت على نعناع على كركديه. لا 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 عالمي، ابدعته. فلو جيت حاول تجرب جرانيتا كركديه. هو ميكس توت كركديه نعناع، بس عالمي الصراحه. هو بصراحة أنا أقول لك على حاجة، في جرانيتا الأزهر أحلى مكان طول اليوم. طول اليوم أي وقت هتيجي فيه الصبح اللي رونق مع الفيو اللي أنت شايفه دوت. أنت شايف ال1000 مأذنة صح؟ شايفين كميه المآذن بقى كلها دلوقتي؟ ده اللي أنا قلته لك. كله طالع زي مع بعض. قاهرة ال1000 مأذنة، يعني أنت لو بصيت هتلاقي كل مأذنة وكل مأذنة ليها تاريخ. يعني اقل مأذنة ممكن تعدي معاك 200 سنه 300 سنه، تزائد القلعه زي ما انت شايف كده. واللي انا بقول لك عليه، لو جيت حتى في بالليل اتفرج على نور القاهره مع نور المآذن مع الاذان. احنا بنفتح 9 الصبح. خش على العيش. هنا بيعملوا فطار مصري اصيل. هو مش العيش البلدي، ده عيش شامي. هو ميكس ما بين مصري وشامي يعني. ده العيش الشامي. تيست للفول. ده الفول الاسكندراني. 10/10. خش على الحلومي. في كل حاجه. لو عايز تجيب بقى طعميه وبتنجان كله موجود. انا قلت اجرب حاجات مختلفه. دي الجبنه الحلومي، بس هو لو ما عجبنيش هقول. هو حلو بصراحه. واخر حاجه البيض بالسجق. يلا نجرب. محدش عايز يجرب معايا بعد كده؟ يلا. حلو، بس الحاجه هتبرد بسرعه عشان الجو ساقع. بس لا حلو قوي، هتتبسطوا. ده لسه الفطيره ما جاتش. في اجانب كتير بييجوا هنا برضه. الفول الاسكندراني حلو، وانا المره اللي فاتت جربت الفول المعصفر كان حلو برضه. حد يقول لي في اماكن تانية ايه فيها مكان حلو واكل حلو؟ الميكس ده مهم بالنسبه لي انا كواحد بيسافر. يعني انا بحب ابقى قاعد اتفرج على مكان حلو. انا حاسس دلوقتي براحه نفسيه، اكل حلو والمنظر جميل، المزيكا هاديه ورا. ايه ده؟ صوت العصافير. هو البيض ممكن شويه ملح، بس ده حلو ان هم مش جايبينه مملح. يعني انت اللي بتحط. وصل الفطير المصري الاصيل قد وشي مرتين. هي تكفي شخصين يعني، بس انا جبتها نجربها والباقي ناخده معايا بقى اروح بيه. في طبق فيه عسل اسود، عسل ابيض، طحينه وقشطه. انت وذوقك. بوظ لهم الترابيزه بس يعني ده هيطلع طعمه رهيب الصراحه. حلو قوي. فطير السمنه مقرمش طري والعسل حلو فريش. انا ممكن اعيش هنا. المطعم بيقدم أكلات ومشروبات من فطار خفيف لوجبات كاملة طول اليوم. خلصنا أكل. بتفرج على المكان. واو، روعة، تجربة لذيذة. فأنصح أي حد يجي يفطر هنا بصراحة. يفطر، يتغدى، يتعشى. هو هنا طول اليوم شكله حلو. تخرج من زحمة القاهرة تيجي تهدى هنا، تفصل وترجع تاني. هنحاسب دلوقتي نشوف الحساب كام.
وننطلق. حبيبي والله بجد ده بطني بطني اتقفل. تمام. طيب بصوا الشنط شكلها حلو ازاي. دفعنا 1300 على اللي احنا طلبناه. اعتقد سعر حلو لانه كان كذا حد مش حد واحد يعني. الفطيره دي تاخد شخصين مثلا. حلوه جدا. يا على الراحه النفسيه. مطعم جرانيتا. بص وراك حديقه الازهر، منظر المطعم عامل ازاي. ده الكافيه بس. فدي نهايه تجربه النهارده. واحده من اجمل الاماكن اللي بحبها في القاهره حديقه الازهر، وده بالنسبه لي احلى مطعم لانك ممكن تيجي تفطر تتغدى تتعشى على المنظر ده وسط الزرع وسط المناظر. فما تنساش تدعم بانك تعمل لايك وتشير الفيديو لو عرفت، وتفاعل. عايز كومنتات، قولوا لي في اماكن تانية اقدر اروحها فيها نفس الفكره، مكان حلو واكل حلو. قول لي في كومنتس، واشوفكم في فيديو جديد يا جماعه. في فيديوهات كتيره جايه السنه دي ان شاء الله على اليوتيوب. يلا سلام.